السوشيال ميديا. فمع الأسف الواحد عشان الشهرة يبيع اللي قدامه واللي وراه، ويطلع نفسه هو الصح، ويخلي الطرف الثاني هو الغلط. وأنا ضد الواحد اللي يقعد يسوق الشرف باسم دولة ما، وهو أصلا ما ينتمي لها غير الجواز، بس الأصل فلسطين. أنا أرجع وأقول إن عيب الواحد إنه طيب المرأة لو أخطأت يقدر يحاسبها زوجها في بيتها وليس بالسوشيال ميديا. مثلا أنا نزلت السناب يمكن أزعجه، فخلاص فالواحد يتفاهم وديا في البيت وليس في السوشيال ميديا. فطبعا البداية كانت من هذا المسج. فليش الواحد لما يربي زوجته يربيها بينه وبين نفسه؟ مو لازم انه يحط انه انا ترى والواحد اللي يتكلم عن العادات والتقاليد والدين، ايش الدين هذا اللي كل الصفحة كلها تفسخ في تفسخ واغراء للمراهقات، مساكين بنات صغيرة. ومعليش كلنا نعرف العورة الرجل فوق السرة وليس تحت السرة، لو احنا الصدق نبغى نتكلم في الدين. ولكن على العموم الله يسامح الكل، وهذا خطأ كان خطأي أنا من البداية، إني اخترت الإنسان الغير المناسب واللي يدور بس على